شوارع أمريكا فيها نوع من الفوضى مش موجود غير هناك تقريبا، حالة كده من اللعب حرفيا بالعربيات. النسخ السريعة ممكن تبقى أسرع وأقوى وكمان صوتها أعلى. ولو عايز مثل واضح للكلام ده فهو شاب واحد لو شفته هتلاقي نفسك دايما بتسأل هو ليه وإزاي. فخلينا ندخل العالم الخاص بأليكس تشوي. انا اعتقد انك حتى لو ما تعرفش مين الاخ ده فانت غالبا شفت اللقطة دي بتاعة التسلا اللي طارت في الهواء ونزلت اتدمرت بشكل كبير. في الحقيقة ما كانش هو اللي سايق زي ما ناس كتير كانت فاكرة، لكن النسخة دي كانت عربيته اداها لواحد صاحبه علشان يطير بيها حرفيا من فوق المطلع. فزي ما قلت لك هو بيلعب بالعربيات وبعدها يعدلها اكتر من مرة زي ما هتشوف. اسمه أليكس تشوي من كوريا الجنوبية وحاليا عنده 24 سنة، لكنه اتشهر جامد جدا من هو عنده 19 سنة. عيلته نقلت للعيشة في أمريكا من وهو صغير، فهو يعتبر أمريكاني ومعاه الجنسية أصلا. الفكرة إن الولاية اللي هو عايش فيها كانت كاليفورنيا، ومش أي حتة، لا ده في لوس أنجلوس، المكان الأكثر جنون في جزء العربيات في أمريكا كلها. يعني كبر على مشاهد لنسخ سوبر سبورت بتجري بأصوات مرعبة وسوبر كارز معدلين حاجة من المستوى الأخير. المهم إن مفيش أي تفاصيل أبدا معروفة عن عيلته، لا أبوه ولا أمه ولا أخواته ولا أي حد تبعه من كوريا. مفيش أي تفاصيل عن البيزنس بتاعهم، وده اللي بيخلي ظهور أليكس تشوي للسوشيال ميديا مش قصة صعود زي كتير من اليوتيوبرز المعروفين. هو ما بدأش من الصفر يعني، ولكن ممكن من 6 صفار. دخل عالم اليوتيوب ومعاه لامبورجيني هوراكان. قناة اليوتيوب هي اللي هتصرف على جزء العربيات في حياته، وهتفتح ليه أبواب في التعديل هتوصله للمستوى الأخير في عالم المحركات في أمريكا كلها. المحتوى بتاعه عن كل ما يخص الاستعراض بسوبر كارز، لكن هو عموما بيصور حياته مش العربيات بس. الفكرة ان كل اصحابه يوتيوبرز كبار ومجمعين ومعدلين من كل حتة، وهو من ضمن الفريق بتاع دي دي اي، وهتلاقي دايما حاضر على القناة مع ديمون فراير، وهتلاقي دايما بيحضر ايفنتات عربيات غريبة، تجمعات لاشخاص معاها نسخ جامدة جدا لكن ما بيحبوش الظهور والتصوير. بدأ يصور محتوى من اكتر من 5 سنين، واتشهر بالتوازي على انستجرام وتيك توك ويوتيوب مع بعض، فهو ملوش مكان معين. ولكن بالنسبة لليوتيوب يعتبر بينزل فيديوهات كل مدة طويلة جدا، يعني في 5 سنين منزل 50 فيديو، وده يعتبر معدل قليل جدا. وبديهي انه يركز في الريلز اللي بتاخد وقت صغير في التصوير وبتجيب ارقام مشاهدات اضعاف الفيديوهات الكبيرة. اكتر فيديو فجر القناة بتاعته حرفيا كانت ردة فعل لمجموعة من الناس لتسارع عربيته اللامبورجيني. الفيديو ده جاب 10 مليون مشاهدة في سنة واحدة. وهو عنده مجموعة كبيرة من الموديلات، ولكن اهم موديل وهو ده اللي بدأ بيه اصلا وهي اللامبورجيني هوراكان موديل 2016. نسخته اشتراها بسعر 300 ألف دولار، محركها 5000 سي سي 10 سلندر بقوة 600 حصان. سماها يونيكورن، وكل سنة هيعدلها بالكامل، هيقلب هويتها بشكل قوي في كل مرة. الشكل الستوك كان مسميه فوليوم 1 أو المستوى الأول، بيروح بعد كده يعدل عليها ويغير في التغليف بتاعها. غير الأول مجرد اللون وركب مساحة تخزين خارجية، والنسخة دي من البداية وهو كان بيستخدمها في كل حتة. فالمستوى التاني ومعاد التعديل لفوليوم 2 كان تعديل مخصوص لحضور ملفت وقوي لتجمع جولد راش رالي. المرة دي غير لونها وزود مجموعة إضاءات خلت هوراكان شبه التعديلات الياباني المشهورة. ده غير إن قوتها زادت لحدود 800 حصان بسبب تزويد المحرك أبو 10 سلندر بسوبر تشارجر عملاق منظره قوي جدا بلونه الأصفر. ده غير الجناح العملاق اللي مرسوم عليه موس في كل حتة ده. وجولد رالي راش لو ما تعرفوش فهو من أكتر التجمعات في العالم المتهورة والملفتة واللي فيها حماس رهيب دايما. في ناس زي الأخ أليكس كده بيعدلوا نسخهم لأقصى درجة بهدف إنهم يلحقوا الرالي بأقوى حضور ممكن. اللامبورجيني بتاعته صحيح كانت ملفتة، لكن في عدد يعتبر كبير شبهها في الآخر. هي لامبورجيني في الشكل بس برسومات مختلفة، لكن النسخة اللي كانت واحدة أصلية مفيش زيها تاني كانت معاد الفوليوم الثالث ومعاد ظهور اليونيكورن لامبورجيني رول بارز. منظر مختلف وغريب جدا لعربية من لامبورجيني حقيقي. اتكلمنا اكتر من مرة على القناة هنا على الشيء ده. الفكرة بسيطة ولكن تنفيذها كان جامد جدا، وهي انهم يركبوا رول كيج بالكامل على بادي العربية من بره. ممكن يكون في جزء بسيط منه عملي كحماية للسواق وقت الدخول في مناطق صعبة، الا ان اكيد هدفها الاساسي مش تعزيز صلابة الشاسية على قد ما هو زينة بشكل ملفت جدا. هو مسميهم مانكي بارز، واختار اللون ده كمان خلى العربية تكون سوبر ستار في اي تجمع بيحضره. والمتوحش اكتر هو منظر
فلاتر الهواء العملاقة اللي محطوطة يمين وشمال على ظهر رفارف اللامبورجيني دي، وده لأنه بدل السوبر تشارجر بتعديلة التوين تيربو للهوريكان اللي هتوصل المحرك ده لقوة أكتر من 1200 حصان على العجل، علشان تكون اليونيكورن الفوليوم 3 واحدة من أقوى نسخ لامبورجيني اللي اتعدلت في العالم. طبعا في جراشات كتير دخلت في وصول الهوريكان دي للشكل ده، والصرف كان مفتوح طبعا، كل واحد كان ليه دور وتخصص في تحويل لامبورجيني اللي تعتبر النسخة الأصغر في الشركة لوحش الكل نفسه يتصور معاه. العربية دي بشكل أساسي هي سبب شهرته وارتباط اسمه بالنسخ المعدلة الغريبة، لكن في لسه أحسن وأقوى، لسه في فوليوم 4. المستوى الرابع والأخير اللي العربية دي وصلت ليه كان بإنه فك المواسير الخاصة بالرول كيج لأنها تتحول بشكل رهيب لنسخة سباقات مسموحة للشوارع، حولها ل STO بس عليها توين تيربو، فأنت متخيل المنظر عامل إزاي؟ وتصميم الكبوت والرفارف وأي مخارج للهواء وشغل الإيروداينامكس كان جاي من عالم السباقات. النسخة دي كانت شبيهة جدا بنسخة سباقات سوبر تروفيو اللي بتشارك فيها لامبورجيني فعلا، بس هنا من غير أي قواعد، وده اللي خلى قوة العربية دي توصل ل 2000 حصان. والهوريكان دي كانت مجنناه حرفيا، خصوصا في آخر شكل ليها ده، هتلاقيه مرة جرب يجر عربية أوروس ورا منه ويشوف هل هينفع ولا لأ. لكن اللقطة اللي كانت مجنونة فعلا كان في احتفالية الرابع من يوليو في أمريكا، قرر يطلع الصحراء ويطير من فوق الهليكوبتر الخاصة بيه، وأصحابه يستهدفوه بألعاب نارية، منظر تحسه في فيلم مش حاجة بجد أبدا. ما تفهمش هو إيه الهبل ده، ولكن الأكيد إنه مبسوط جدا هو وأصحابه. ومجموع الصرف على تعديل الهوريكان دي زائد سعرها الأصلي وصل ل1,000,000 دولار. وفي بداية القناة برضو كان متواجد في الجراج نسخة من BMW M2، ودي العربية اللي كان بيروح بيها الجامعة. تصميمها بيكون جميل وهادي، ولكن بيقرر يحولها لوحش دريفت، ولكن معاه كانت بتعطل كتير، كان بيقول انها عطلت منه 8 مرات في سنة واحدة. كان عايزها برضو يخليها مختلفة عن اي حاجة موجودة في الجراج عنده، فبيحولها لنسخة دريفت ألماني بقوة 600 حصان. المنظر القوي الواضح جدا هو إضافة وايد بادي كيت خلى العربية معضلة حرفيا، ومع تصميم العدستين بتوع BMW المنظر كان مرعب حقيقي من قدام. وبالنسبة لمصدر زيادة القوة كان تيربو كيت وتعديل تيون من ستيج 2 بالكامل. المميز دايما في الدريفت هو الجناح بتاعهم، وهنا البي ام دريفت دي متركب ليها سلاح مش مجرد وينج، مش عارف ازاي كان عملي فعلا، ولكن منظره جامد جدا. فالعربية دي اخدت اسبوعين بس في التحول ده، كلفت حوالي 100,000 دولار زي ما هو بيقول، انه كان مستعجل على البروجكت ده علشان يحضر بيه كار شو في وقتها، ودي كالعادة بهدلها معاه في اكتر من مرة. دول طبعا اكتر نسختين مميزين عنده، البي ام واللامبورجيني هوريكان دول. ولكن في الجراج بتاعه دخل مجموعة من الموديلات بشكل كبير في اخر كام سنة، لكن مفيش داعي نخش في تفاصيل كل موديل منهم. مثلا جاب تسلا موديل 3، وبعدها جاب تسلا موديل اكس، ودول غالبا مش بتوعه اصلا لانه مش لاقيين ابدا مع شخصيته. جاب ماكلارين 720 اس علشان يحضر بيها تجمع رالي بتاع السنة، والنسخة دي فضل يغير في شكلها والتغليف بتاعها، وغير الاكزوست بتاعها كله علشان تقدر تطلع نار حرفيا مش مجرد باك فاير من الشكمان. وقوتها زادت لحد ما وصلت ل 800 حصان. كان عنده برضو من زمان اودي RS7 نسخة غير لونها للبينك وعمل بيها حادثة، ومن بعدها اختفت من الصورة معاه. هو معتمد جملة دايما بيكتبها على عربياته وهي دونت بانيك، يعني ما تقلقش. لكن لو فاكر ان الواد ده متهور وبيلعب بالعربيات والكلام عنه استفزك شوية، فعايزك تستنى كلامنا عن اليوتيوبر كودي صاحب قناة ويسلين ديزل، وهتتأكد ان الامريكان مفيش عندهم حدود لمحتوى العربيات ابدا على اليوتيوب. سلام.